محمود، ايه ده يا محمود؟ نعم يا عيون محمود. ايه مثلث برمودا ده؟ وايه المنطقة ال51 دي؟ ايه حكايتهم وايه الكلام المتنطور حواليهم ده كله؟ يا ترى نصدق ايه وما نصدقش ايه؟ نعم، مثلث برمودا؟ طيب بص يا ستي، مثلث برمودا ده مكان مساحته حوالي 1,000,000 كيلو متر مربع، واخد وضعه كده في المحيط الأطلنطي بين برمودا وبورتريكو وفي فورت لادرديل فلوريدا. اتعرف عنه ان السفن والطيارات تروح لحد عنده هوب. ايه هوب بفش دي؟ بتختفي يعني؟ امال يعني رايحه تاكل ايس كريم وراجعه؟ هاي احلى حاجه في الايس كريم بقى المانجا اللي ما فيهوش بذره، عارف؟ بتروح خالص، بتختفي، فص ملح وداب. طب والمنطقة 51 دي يا ستي مساحة في منطقة بحيرة جروم في وسط الصحراء في جنوب نيفادا الأمريكية، فيها قاعدة للقوات الجوية الأمريكية ارتبط اسمها بسكان الفضاء واليو فوز والمؤامرات بقى بتاعت الحكومة والاختبارات لتكنولوجيا الفضائيين، وده في حد ذاته فتح مجال للخيال، انهم بقى يطلعوا نظريات مؤامرة وخيال علمي وأساطير خرافية على المنطقتين. يا ترى مين فيهم يكسب مباراة النهاردة من حيث العجب العجاب؟ تعال نشوف، بس استنى، أنا عندي نداء لكل محبي مثلث برمودا برعبه وغموضه وحكاياته إنهم يعملوا اشتراك في القناة دلوقتي ويفعلوا الجرس. أما أنا بقى عندي نداء لكل محبين المنطقة 51 بكائناتها الفضائية وسكان المجرات الشقيق إنهم يعملوا لايك للفيديو. أول نقطة مقارنة هسميها الواقعية المهلبية. في كمية من السفن والطيارات اختفت في مثلث برمودا وراحت في المهلبية، محدش يعرف لا فين ولا ازاي، منهم قصص عن 4 سفن وطيارة. أما الأقاويل عن المنطقة 51 أغلبها مرتبطة بالكائنات الفضائية والمؤامرات السرية، وطبعا البهارات والتحابيش زادت عشان المنطقة معزولة ومحاطة بسرية تامة من ناحية الحكومة الأمريكية. على فكرة الكلام ده مش موزون، أظن برمودا ياخد النقطة عشان بالفعل ناس اختفت بصرف النظر عن التفسير. 1-0 لبرمودا. براميل الذكاوة وترع المفهومية طلعوا حبة نظريات تفسر إنما إيه أورجانيك. اسم الدلع. عارف موقف المطار السري في مصر؟ اهي دي بالظبط بتفكرني بالمنطقة 51 الأمريكية. قاموا عليها وهص هص وقالوا مفيش حاجة اسمها كده، المنطقة بقت معروفة بالقاعدة السرية 51. مثلث الشيطان ده بقى اسم الدلع الشهير لمثلث برمودا. بيقولك إن أرواح الناس اللي ماتت هناك دي أصلها قربان للشيطان، قال إن الشيطان بيشفطهم لحفرة جهنم عن طريق المثلث. أنا عن نفسي موافق جدا. حد بقى ياخد الناس اللي مضايقني دي رحلة لهناك عشان خاطري. النقطة هديها برضو لبرمودا علشان الكرياتيفيتي في الاسم، وتبقى النتيجة 2-0. نظرية قاعدة كائنات فضائية. بيقولك إن الناس بتشوف أنوار غريبة في السماء بتنور وتطفي زي أم لطفي كأنها إشارات، ومعاها أصوات غريبة وكلام مش مفهوم وحاجات مزعجة ومؤذية، وجات التفسيرات على إن هناك في قاعدة للكائنات الفضائية من خارج الكوكب. يعني إي.تي كان تايه بجد يا جدعان. ازيك يا إي.تي؟ ازيك يا ويليام؟ اتأخرت ليه؟ ده المريخ واقف موت. لا يا راجل. إنما بقى المنطقة 51 بيقولوا بيتم فيها تجارب على تكنولوجيا الفضائيين اللي قال إيه؟ جابوها من مكان سقوط طبق طاير في نيو مكسيكو. قال خيال علمي وفضائيات يلا زي بعضه، كل واحد ياخد نقطة، النتيجة 2-1. المجال المغناطيسي. مفيش أي كلام عن المجال المغناطيسي للمنطقة 51 غير عامل جذب للإشعاعات اللي بتطلع عن الأطباق الطايرة وقوعها هناك. حتى القصة اللي اتشهرت في الثمانينات إن روبرت لازار واحد من الناس الشغالة في القاعدة شاف الطبق بعينه، طلعت متفبركة، لا وكان شغال فيها من أصله. يا دماغك يا بوب.
بس بيقول لك ايه بقى عن برمودا؟ البوصله والاجهزه الالكترونيه بيجي لها وش وعقلها يخف ويبقى ترلل هناك، واختفت الطيارات والسفن وتلاشت في ارجاء الفضاء الفسيح بسبب كده. المغناطيس بيشفطها والسفن بتعرف انها في محيط مثلث برمودا، اما البوصله تبتدي ترقص وتلف فجاه. فشر ساميه جمال في زمانها. تبقى النتيجه 3-1. في نظريتين بتقول ان البايوسفير يعني المحيط الحيوي الخاص بالمنطقه، وهيدرات الميثان. فبيقول لك بيقولوا مين دول اللي بيقولوا؟ معرفش، بس بيقولوا ان مثلث برمودا غريب جدا وله جو مخصوص مختلف، وفي تقارير عن اعاصير فتاكه وعواصف عنيفه، وعلشان ما كانش فيه تكنولوجيا الارصاد راح فيها ناس كتير وكنوز اكتر، كوارث طبيعيه يعني. في نظريات معقوله ومش معقوله ان تحت مثلث برمودا مستنقعات هيدرات الميثان اللي معرفش ايه هي بالظبط يعني، بس واضح انها بتقلل من كثافه الميه فتغرق السفن. طب والطيارات صحيح؟ بس كل اللي اتقال عن أجواء المنطقة 51 إنها صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، وعلى رغم صغر حجم القاعدة نفسها إلا إن حواليها مساحة كبيرة ممنوع الاقتراب أو التصوير منها عشان يحتفظوا بسرية التجارب اللي بتتم. كلام منطقي يا جدعان. 4-1 برمودا بيكتسح. نظرية الغسالة. السايب بروس جيرنون قال لك انه عدى فوق المثلث ووصل ميامي اللي بعد 100 ميل في 28 دقيقة اقل من المتوقع، وغاب عن الرادار في خلال ثواني. الغريبة ان في ناس اكدوا انه حصل وفسروه انه عدى في نفق زمني يختصر الوقت. وبعدين بقى قالت زمن؟ طب حد يرجع لي عمر اللي راح يا عم بروس، بلاش كلام فارغ. طب والمطار السري مفيش قالت زمن؟ لا بس في خرم في الفضاء بيسرب كائنات عبيطة تايهة بيمسكوها يجربوا عليها ايه معرفش، مش عارف. طب 1-5 البرمودا. هو 51 دي مش هتاخد نقطة خالص؟ مش عارف بصراحة. نظرية التنظيم السري. في ناس بقى عاملين دماغ عالية قوي، قالوا ان في اعماق مثلث برمودا في منظمة سرية بتخطف الستات. خدي بالك بقى عشان ايه ما بلغش عنك. نعم يا اخويا. اقصد السفن والطيارات. ومركبة اجهزة تبوظ لهم اجهزتهم وبوصلتهم عشان اول ما يعدوا يقع. مش مقتنعة خالص، فاكس قوي دي. عشان كده النقطة دي للمنطقة 51 اللي فيها منظمة سرية بجد قدرت تتحدى سنين وسنين لحد ما اضطروا الاعتراف بوجودها كقاعدة جوية سنة 2013. 5-2 اهو نمرة رأفة للمنطقة. اصحي يا منطقة! النتيجة مش مصدقين التفسيرات بس مصدقين الحدث. 5-2 لبرمودا عشان الدوشة اللي عاملها وكتر النظريات. متنوع كده ومسلي وشيق. اما المنطقة 51 لا مصدقين حدث ولا مصدقين تفسيرات ولا فيها احداث من اصله. يا تهيؤاته. احنا النهاردة صوتنا كان لمثلث برمودا. بس يا ترى انت صوتك لمين؟ هيظهر دلوقتي على الشاشة 2 من اكتر الماتشات اثارة. انجوي.